من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Hello, my name is Doug McInnes. I am from Idaho in the United States of America. I am very pleased to be in Egypt. This is my first time here. Obviously, every well-educated person on the planet knows about the pyramids and the Sphinx from the time they are very small. I have been looking forward to coming here for most of my life. For the past several years, I was really not able because of COVID, which made things very difficult. The pandemic was as difficult, I think, in every country as it was in any other country. We have been here for about 5 days. I went to Alexandria. We yesterday went to the Egyptian Museum. I am quite fortunate in that this was the third time that I was able to see some of the artifacts from the tomb of Tutankhamun. I was able to see them when they traveled to America in 1977 and again in 2013. I have loved the food in particular. Yesterday we had kosheri. I have tried pigeon. I have not eaten anything but Egyptian food since we've been here. This afternoon, we are going to spend the rest of the afternoon here in the Islamic Quarter. We'll go to the bazaar. And then this evening we board a train and we'll go to Luxor, and then several days on a cruise all the way to Aswan. This is my first time in Egypt. Inshallah, it will not be my last time in Egypt. I very much like it here. I would like to tell everyone, whether they're from the United States or any other country in the West, that I feel safer and more welcome here, perhaps even than I do in America at times. Somewhat feel unusual to be interviewed here, but am very grateful to the Egyptian people who have been so hospitable. And I would like to tell everyone, هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ عن شوارعها ومبانيها عن طيبة روح أهاليها عن الأصل من الجنة وترابها مسك وحنة عن اسمها ساعة
مصر فيها الكثير اللي لسه ما شفتهوش. تابعونا في نورت مصر. من الحاجات الجميله اللي احنا ما اتكلمناش عنها للاسف هنا في القبه ان خير بيك مدفون جوه، رغم ان ما فيش دليل يعني مادي ملموس زي الكتابات اللي بنلاقيها مثلا هذا ضريح او هذا قبر او الكلام ده، لكن التركيبه الرخاميه بتاعته موجوده جوه في القبه بتاعته. مين اللي دفن تاني؟ بنته وزوجته. دفنوا فين؟ وفي قبه تانيه؟ في قبه تانيه اللي مقام عليها المأذنه، دي قبه تانيه، ودي حيله معماريه مش موجوده في اي مكان غير في مدرسه خير بك، ان بنته وزوجته مدفونين تحت. طب مدفونين ازاي ما احنا مش شايفينهم؟ انا قلت لك المكان ده كله مقابر، كان مقابر اساسا، ولو بصيت في الاريا الاوبن اريا اللي قدام خير بك كلها عباره عن مراقد، وقلنا ان قدام خير بك في مكان جمعوا فيه العظام فكانت اوبن اريا، فالمكان ده كله عباره عن مقابر. الناحيه الثانيه بقى من مدرسه خير بك حضرتك ممكن تبص هتلاقي مقابر باب الوزير. المقابر دي اساسا دي مقابر شرق القاهره، لكن صلاح سالم قسمها نصين فبقت باب الوزير وبقت جبانه المماليك اللي هي شرق القاهره. طب باب الوزير دي تبعها ايه؟ تبعها خير بك، مدرسه خير بك اللي احنا واقفين قدامها. قلنا المدرسه دي ان هي معلقه، قلنا معلقه عشان الحوانيت اللي تحت بتصرف من الريع بتاعها على المكان هنا. طب ايه فايده بقى المدرسه المعلقه؟ وايه فايده المكان المعلق؟ لو حضرتك دخلت فوق المدرسه اول ما تدخل هتلاقي طمانينه وراحه نفسيه كده وهدوء، ما بتسمعش صوت الشارع اللي بره، فدي ميزه لان الدور في دور ارضي فالمسجد كانه في الدور الثاني، تمام؟ بيعمل حاجه جميله جدا في التهويه والاضاءه وتبريد المكان. لكن لو انا على الشارع مباشره التراب هيدخل لي، الشمس هتبقى جايه عليا على طول، لكن من تحت خلاص انا المكان متبرد من فوق ومن تحت وبقى جميل. فده ميزه في المساجد المعلقه او المدارس المعلقه. في ميزه تانية برضو في المدرسه دي، لو طلعنا فوق السطح هنلاقي المزوله او الساعه الشمسيه. ايه المزوله دي؟ دي اللي كانت بتحدد اوقات الصلاه، الساعه كام، بتبص في المأذنه المزوله دي بتعرف اوقات الصلاه الساعه كام، فيها ساري كده طالع بره وفيها حاجات فلكيه مكتوبه جوه بتعرف من خلالها اوقات الصلاه. Hello, my name is David. I come from United Kingdom and Liverpool, so I am a fan of Mo Salah. We only arrived to Egypt 2 days ago, so the little bit we have seen has been wonderful. People are friendly. We've seen some wonderful sights up at the pyramids yesterday, and we're looking forward to our holiday. We will be going down to Luxor and Aswan and Abu Simbel tomorrow.
مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني. ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.